السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس الطيبين المحترمين، كل سنة وحضراتكم بخير. طبعا في البداية يا جماعة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده. أنا بعتذر. أنا عارف إن أنا اتأخرت كتير، يعني كتير جدا، و... وقلت إن أنا هنزل لكم فيديوهات المادة الحمراء وحاجات كده، بس والله يا جماعة يعني أنا عايزكم تعذروني. يعني أنا أكيد مش هختفي أو مش هنزل فيديوهات إلا إذا كان في مانع يعني. والله يا جماعة أنا مش بالاقي وقت والله خالص، يعني الموضوع موضوع فعلا صعب يعني. فاعذروني طبعا. يعني أنا دايما ببقى معاكم. يعني انتوا متعودين مني على كده، بس والله بيبقى غصب عني يا جماعة. وبعدين كمان أنا بقول أنا يعني قدمت معلومات كتير جدا الفترة اللي فاتت، هنشتغل عليها، سواء أماكن كتير أنا وصفتها فهنشتغل عليها هنروحها، او معلومات في الصيد او كده. فالناس اللي هي متابعه والناس اللي بتدخل على القناه وتشوف الفيديوهات بتعرف معلومات وبتمشي عليها. ده انا بحسه بقى من كلام الناس اللي هي لما بتصل بيا يقول لي انا لسه متابعك، بس انا شفت فيديوهات كتير، شفت حاجات وما كنتش بروح بقيت اروح وكده. وطبعا انا يعني فوجئت ناس برضو تانية اعرفها وناس ما اعرفهاش، بتكلمني بتقول لي مثلا احنا بنصطاد فيه او الموسم انضرب مننا او مش عارفين هو في ايه في الميه يعني. انا مش عارف ايه الموضوع اصلا يعني. الميه فيها سمك يا جماعه، في شغل لازم يتعمل عشان نطلع سمك. وفي ناس تانية تكلمني بتقول لي احنا خدنا سمك كتير وعمرنا ما خدنا سمك زي كده. و... ويعني طبعا اللي قال لي كده اقل من الناس اللي قالت لي احنا ما خدناش يعني، او ما بناخدش. فبصوا يا جماعه، والله العظيم والله العظيم انا ذكرت الكلام اللي انا هقوله ده، ذكرته قبل كده في فيديوهات. الصيد في المزارع صعب. احنا كنا بنروح المزارع دي مثلا من 15 سنه 20 سنه مثلا. والله العظيم كنا نطلع من الفجر، من قبل الفجر نصلي الفجر في الطريق، وندخل المزارع والدنيا ضلمه، ونروح بالليل والدنيا ضلمه، ومفيش ولا واحد فينا معاه سمكه. وكنا مثلا بنبقى راكبين عربيه ميكروباص 11 12 واحد ومعناش سمك كلنا. تخيلوا. طيب، ما كانش فيه كم الصيادين بتاع النهارده. كان في ناس كتير قوي اصحاب مزارع ما عندهمش مشاكل ان الناس تصطاد، وما كانش في لا امشي من هنا ولا اعمل من هنا، يعني المشاكل كانت قليله. وكانت الميات كتير والميه نفسها كتير وكان في استقرار كتير. يا عم كمان ما فيش ناس بتكهرب، ما فيش ناس بتجمس. لا، التجميس ده كان موجود وقتها. يعني انا عايز اقول ان كان هنقوله بالعربي كده، كان في خير كتير في الوقت ده. تمام. وكنا بنروح من غير سمك، والسمك قدام عينينا بيضرب في الميه. فيا جماعه الصيد في المزارع والله ما هو سهل، صعب. ما بالك بقى اليومين دول صيادين كتير، ربنا يبارك يا رب، والناس كلها ترزق. بس طبعا التعامل مع الادوار ومع الميات بقى حاجه غريبه. انا شفت الكلام ده وانا في مصر، شفت بنفسي اللي بيحصل يعني. الادوار بتتكتم، الادوار بتتعكس، الادوار بتترمى غلط، الادوار بتتعمى علفه واكل. التعامل غلط. ناس كتيره بتشتغل بعده غلط، ناس كتيره كده يعني، فاهمين يا جماعه؟ والله العظيم والله العظيم عمرك ما هتشتغل صح وهتخذل. اكيد ربنا هيديك الصح على قد الصح اللي انت عملته. وطبعا في الاول وفي الاخر دي ارزاق. انا لما كنت بصطاد الفتره اللي فاتت يعني يا جماعه، انا نزلت لكم فيديوهات في شهر 4 تقريبا وكده وفي سمك. يعني يا جماعه يا جماعه انا يعني انا عايز اعرف الموسم بيضيع منكم ازاي، عايز اعرف السمك ما بيطلعش ازاي. طب ما في ناس بتطلع سمك وفي ناس بتنزل فيديوهات وبتطلع سمك، ليه الناس بتشتكي ان مفيش صيد ومفيش كده؟ يا جماعه ترتيب، ترتيب. رتب نفسك على الميه، رتب نفسك اعرف انت رايح تصطاد فين واصطاد صح وابدا من البدايه صح. انا مش بقول الكلام ده تعديل على حد والله لا سمح الله، بس انا يعني انا لو هطلع اصطاد بصيت للميه بس كده يعني، ولو حتى يعني باحساس الصياد، هعرف اذا كنت هاخد منها سمك ولا مش هاخد. تمام. وبشوفها بقى الميه ديت واخده منين رده، الميه ديت سريعه، الميه دي بطيئه، الميه دي لونها متغير، الميه دي لا في حاجه غلط. احسها كده على الاقل يعني. بيبقى في شويه بوادر كده انا بعملها بحيث ان انا خلاص هصطاد ولا ما اصطادش. وممكن اروح عند الميه وابص لها وامشي. وممكن وانا ماشي الاقي ميه، او لا الميه دي حلوه، نازل قاعد عليها.
تمام. طبعا انا بعذر الناس اللي هي ما تعرفش الاماكن او كده، بس في ناس كتير خلاص انتوا عرفتوا الاماكن يا جماعه. مصر بحالها عرفت المزارع. يا جماعه الاماكن اللي هي ممكن تاكل معاكم دلوقتي ويعني هترتاحوا فيها، بس تصبر لان كل مكان وليه طريقه في الاكل. مبدئيا النمل يا جماعه، النمل هياكل معاك دلوقتي، والسواقي هتاكل معاك دلوقتي. ركزوا معايا، النمل والسواقي، النمل بره والنمل جوه، وجوه اخطر من بره. تمام. والسواقي هتاكل معاك دلوقتي. تمام. طيب كمان السواقي يعني قريبه شويه من الطريق، النمل برضو قريبه شويه من الطريق. فيعني ان شاء الله ما فيش مشاكل الكام يوم دول، ما فيش شتاء ولا حاجه. تقدر تدخل وربنا يرضيك ان شاء الله. بصوا يا جماعه، في الوقت ده من السنه السمكه الكبيره هي اللي بتطلع تاكل، السمكه الصغيره بتنزل تحت بتسقط تحت. تمام. والسمكه الكبيره هي اللي بتطلع تاكل، فبتلاقي الغمز بيبقى تقيل، بتلاقي الميه فيها هدوء ما فيهاش ضرب زي الاول. تمام. بتلاقي كل فين وفين غمزه، بتلاقي الغماز بيقعد يعمل كده والكلام ده كله. وبناء عليه يا جماعه، خف عدتك على قد ما تقدر وما تصغرش السن. يعني احنا كنا بنقول صغر السن في الفتره الاولانيه، لا ما تصغرش السن دلوقتي. لو السمكه هقول لك، لو السمكه واكله ما تصغرش السن. لو فيها مشاكل وقاعده بتنقر بس كده وخلاص، خلاص الله غالب بقى، انزل بقى بسن صغير وخدها بقى على الغلطه، خدها على الغلطه. يعني ايه؟ يعني يا جماعه السمكه مش لازم الغماز بتاعك يروح يسحب لتحت يغور لتحت، هيحصل، بس يعني في بعض الاحيان مش لازم. يا جماعه خد السمكه، لو اتحركت كده اضرب، لو اتحركت كده اضرب، لو الغماس حسيت ان هو رفع لفوق شويه اضرب في نفس اللحظه، ما تستناش. ما تقولش لا ده انا احسبها شويه، سيبها شويه ده هتبقى احسن. لا ما تسيبش، ما تسيبش، اضرب على طول. لو نزل لتحت سن صغيره كده اضرب، لو ماشي عكس الميه اضرب، ما تستناش. لان السمكه الكبيره النهارده بتاكل وهي نايمه. وحاجه كمان يا جماعه، السمكه الكبيره بتبرر، يا نهار ابيض، بتبرر ببطء شديد جدا، ما بتحسش بيها اصلا، انت ما بتشوفهاش، بتحسش بيها خالص، بتمشي تطلع وتبرر فوق خالص. لو انت نازل بنزله 30 سم ولا 40 سم بتطلع لك لحد فوق، وفجاه كده انت ممكن تشيل الوش تلاقي فيه سمكه كانت ماسكه معاك وراحت منك. فالايام دي خف عدتك يا جماعه على قد ما تقدر. اللهم صل على النبي. غماس خفيف جدا طبعا، تقعد بعيد عن الدور، اشتغل الدور صح، وحط الغماس بتاعك جنب العفش. ماشي. اصطاد على البر برر، يعني اعمل عود عودين، اصطاد بثلاثه، اصطاد باربعه براحتك. انا بصطاد بعودين انتوا بتشوفوا، وثلاثه كمان، بس خلي دايما عود بره، عود بره. تمام. واظبطه مظبوط وما تنيموش على الارض يا جماعه. لما تقول لك اشتغل على القصير او السمكه واكله ونايمه، مش معنى كده واكله ونايمه او عن نايم ان انت بتصطاد على الطويل ومنيم. لا انا مش ده قصدي، انا قصدي ان السمكه بتاكل وهي نايمه. يعني تخش تاخد الحبايه وتحطها ببقها وتفضل واقفه وانت مش حاسس بحاجه، وانت فوق مع نفسك كده، وهي تحت عامله كده وساكته، تضرب تلاقيها متعلقه معاك. فدي سمه الايام دي. ماشي يا جماعه. وقرب قوي من منطقه النصرانيه. ميه النخل يا جماعه، فاكرينها ميه النخل اللي يعرفها؟ الميه دي بتاكل في الوقت ده، احسن ميه بتاكل في الوقت ده كمان. تمام. لو فيها ميه يبقى فيها سمك. لو الناس واخدين السمك اللي فيها من يومين هيدخلها سمك تاني يوم، لان هي داخله واخده من النصرانيه من جوه وسارحه في وسط المزارع، بتسرح سمكه معاها وواخده بماسوره من النصرانيه الرئيسيه، فكده كده فيها سمك حتى لو السمكه اللي فيها فضت برضه. تمام. فقرب من النصرانيه. بس انت عامه معاك ميه النمل ومعاك ميه السواقي، دول ميتين اللي هم يعني من اكتر الميات اللي هي ممكن تاكل معاك حلو دلوقتي. تمام. وقريبه شويه من الطريق. هل في ميات تانية؟ في ميات تانية، بس انا هقول في فيديوهات تانية عشان مش عايز اطول عليكم الفيديو، معلش. انا بس ايه كده برجع لكم، بس والله العظيم يا جماعه وعد مني، انا بعتذر بقدر الامكان. الساعه دلوقتي يا جماعه والله بصوا، يعني الساعه دلوقتي 3 بالليل. انا بسجل لكم، هسجل وادخل انام، فمعلش خلاص. فان شاء الله رب العالمين يا جماعه ربنا يرضي الجميع ان شاء الله. وبالنسبه للماده الحمراء والماده الصفراء والماده الخضراء، والله العظيم كلها مكونات هنجيبها من عندنا،
وحاجات كلها اقول ايه بالعربي كده بيضحكوا بيها على الناس، بس هي فعالة ومش كلها. خلاص ان شاء الله انتظروا فيديو تاني. انا بس كده يعني بعمل تصالح معاكم عشان متأخر معاكم. انا هحضر فيديو اللي جاي، هحضر فيديو محترم، هيبقى فيديو فيه معلومات مهمة عن اماكن فيها سمك بتاكل، وهقول لكم بتاكل ازاي. وان شاء الله رب العالمين هيبقى متقدم معاها معلومة عن عجينة حمراء عجينة صفراء، برضو في معلومة تانية هتتقال. يعني هيبقى فيديو حلو ان شاء الله رب العالمين. وانا والله العظيم هخلص ده ومنتجه وانزله لكم، وهشتغل في التاني على طول. خلاص فمش هبعد عنكم تاني. طبعا انتوا عارفين تليفوني واتس 010 645 3005. تمام. واتس يا جماعه في رقم دولي بس ما تشغلوش بالكم بيه، خليكم معايا في الرقم اللي انتوا عارفينه ده. خلاص. وان شاء الله رب العالمين الكل هيبقى متراضي، وانا عمر ما هسيبكم والله يا جماعه. خلاص. السلام عليكم.